السلام عليكم. يلا بينا نعمل سلطة كول سلو. سلطة سريعة وسهلة وبسيطة. هنعملها بالطريقة الأصلية اللي بناكلها في كنتاكي. الكول سلو سلطة بنحبها، بناكلها مع الفراخ وبناكلها مع السندوتشات ومع الأسماك وبناكلها مع أكلات كتير. هنحتاج كرنب وجزرة وعلبة زبادي و4 معالق مايونيز. الكرنب اللي معايا هنا كرنب أحمر، ممكن استخدم كمان الكرنب الابيض، ممكن اعمل ميكس منهم هما الاتنين. اجيب بقى كده الجزرة وابشرها، اجيب كمان كده الكرنبة واقطع حتة منها، اقطعها كده حتة رفيعة جدا بالسكينة. لازم السكينة تكون حامية عشان اقدر اقطع بسهولة واتحكم في الكرنب ان الحتت تكون رفيعة. لو هستخدم الكرنب الابيض بنشيل العروق التخينة بتاعة الكرنب، مش ينفع نقطعها في الكول سلو. كمان في السلطة دي كمية الجزر بتبقى مش كتير والكرنب بيبقى كميته كتير. اجيب بقى كده الكرنب اعكسه واقطع تاني عشان الحتت تبقى صغيرة جدا. بس كده قطعت الكرنب كله. الخطوة اللي بعد كده بقى ان انا اغسل الكرنب. طبعا الكرنب الورق كله بيبقى على بعضه، فمش هعرف اغسله في الخطوة اللي قبل كده. احط بقى عليه كده مية اصفي بقى كده المية بتاعته واكرر الخطوة دي لحد ما اتأكد انه بقى نضيف. تعالوا بقى نعمل الدريسنج بتاع الكول سلو. احط بقى 4 معالق مايونيز وعلبة الزبادي ومعلقة صغيرة ملح ومعلقتين كبار عسل نحل. اللي مش عنده عسل نحل ممكن يستخدم سكر. ومعلقتين كبار خل. واقلب بقى كده المكونات مع بعضها. اقلب بشوكة او بمضرب سلك عشان المكونات تبقى متجانسة كويس وتبقى كريمي. احط بقى الدريسنج ده على الكرنب والجزر واقلب المكونات مع بعضها. عشان ناخد بقى سلطة كول سلو صح، احط بقى السلطة دي في التلاجة واسيبها لمدة 3 أو 4 ساعات قبل ما ابدأ اكل منها، عشان الكرنب والجزر يبدأ ينزل المية بتاعته في الدريسنج، وعشان الكرنب والجزر يشربوا الدريسنج اللي احنا عملناه وكل المكونات تاخد من بعضها. بس كده الكول سلو بقى جاهز. انا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. ما تنسوش وانتوا بتعملوه تصلوا على النبي. بألف هنا.